انا خلاص يا جماعه تعبت جدا من الحر اللي احنا فيه ده، وقررت ان الاكله اللي هتاخد مني اكتر من نص ساعه مش هعملها. والنهارده كان عندي لحمه، فقعدت افكر في اكله تتعمل في حله واحده وتبقى في الانجاز. فقطعت اللحمه حتت صغيره زي ما انتم شايفين، وشوحتها كده في حته من السمنه، وبعد ما خدت التشويحه التمام نزلت عليها ببصلايه حلوه كده وقلبت كل ده مع بعض. وبعد ما خلاص البصله دبلت حطيت عليها شويه توابل كده يا جماعه، هبقى اكتبها لكم تحت الفيديو عشان هم كتير شويه. وطبعا اديتها التقلبتين التمام وسبتها شويه كده، وبعدين بشرت طماطمايه وحطيتها على كل ده واديتها برده تقلبتين كده. بعد بقى ما كل الحاجات اتعرفت على بعض نزلت على كل ده بكوبايتين من الميه. سبت بقى اللحمه تاخد غلوتين بقى في كل الكلام ده، وبعدين نزلت بكوبايتين من الرز وقلبت كل ده مع بعض. وفي الخطوه دي اصلا كانت اللحمه شبه استوت. المهم انا دقتها عشان اظبط ملحها عشان مش بعد ده كله تطلع دلع، وسبتها على نار هاديه لحد ما الرز يتشرب ويستوي. وفي الوقت ده عملت شويه من سلطه الدقوس لان انا بجد بحبها. وبعد قوي بقى ما الرز استوى عملت لي طبق حلو كده وطبق صغير من الدقوس، وعايزه اقول لكم ان الميكس ده تحفه. وانا خلاص يا جماعه